صباح الخير والسعادة عليكم، يا رب يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. وربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، ويتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال. الكلام على المعاشات بقى بايخ قوي، وبقى فيه ذل وإهانة وشحاتة من الحكومة لأصحاب المعاشات. يعني حال أصحاب المعاشات بقى بيصعب على الإعلاميين في التلفزيون، على الصحفيين في الجرايد، على الناس اللي ماشية بالشارع. مع ان الحكومه ما بتديش المعاشات حاجه من جيبها، ده حقهم الاصيل. انت بتاخد اكتر من 20 سنه ولا 21 سنه فلوس بتشغلها وبتديهم فلوسهم. في ناس دفعت معاشات 14 سنه ما قبضتش عشان ما كملتش. يعني انت عندك فلوس بتاعت المعاشات. ايه الحكمه ان انت بتذل اصحاب المعاشات كده؟ وايه الحكمه الاهانه لاصحاب المعاشات كده؟ انا مش فاهم يعني ليه الحكومة بتعمل كده، مع ان الموضوع يعني ابسط من كده بكتير. انت قلت الحد الادنى للاجور 7000 جنيه، طب ما تخلي المعاشات حد ادنى للاجور تخليها 7000 جنيه. ما الناس دي لسه عايشة حضرتك، ما الناس دي لسه بتتنفس وبتاكل وبتشرب وبتجيب ادوية وبتتعالج، لان التأمين عند سعادتك ما فيهوش علاج. طب ايه الحكمة؟ ايه الحكمة من اذلال اصحاب المعاشات، وان انت تعيشهم في قهر وكل شوية والنبي وعشان خاطري، ولما تيجي تديهم ال 15% تحسسهم ان انت خد حاجه لله. الحسنه متداريه، هي الحسنه متداريه ولا حاجه لله، ولا انت بتعمل حاجه من جيب سعادتك. ده حق اصيل لاصحاب المعاشات. الزيادات، التعب اللي الناس فيه والقرف اللي الناس فيه، من حقها ان انت ترفع المعاشات ل 7000 جنيه حد ادنى. غير كده يبقى انت بتهرج، غير كده يبقى انت مش شايف الناس دي. الناس دي المفروض تركب مواصلات ببلاش، تتعالج ببلاش، وتزود لها فلوسها. لكن نظام الشحاته اللي انت بتعمله، و400 جنيه على بطاقه التأمين، و300 جنيه على بطاقه التأمين، وعلى زودكم 15%. طب خد ال 50 جنيه دي كرمش له 50 جنيه على جنب. دي اهانه والله العظيم ثلاثه. دي اهانه واستخفاف بالناس دي، لان الناس دي شقت في الدوله، وشقت مثلا بتاع 30 سنه 40 سنه 20 سنه، طلع عين اللي جابها شغل. فلما تيجي ترتاح ما تنهاش. ما تخليش واحد صاحب معاش ينزل يبيع مناديل في الموقف، او ينزل يتحايل على واحد يشغله ويقول له يا حاج انت سنك كبير روح اتكل على الله، اقعد في جامع. الاهانه دي عيب. هو هشام الجح قالها من زمان: ضحكوا عليا وشحتوني فلوسي. يا رب الحكومه تفهم ان الفلوس دي فلوس اصحاب المعاشات، مش منحه منها، او انها بتجب على الناس بيها. يتوب علينا ربنا.